حكايتنا لنهار اليوم حكاية متتبع وفي جدا للصفحة. أمين من ولاية عنابة، 29 سنة في عمره. كان هو الوحيد في أهله، وأهله كانوا يحبوه بزاف بحكم هداك واش رزقهم ربي. أمين كان يحب بزاف والديه ومتعلق بهم لدرجة ما تقدروش تتصوروها. كان يدير المستحيل باش يفرحهم، نجح في قرايته وكملها حتى الحق للمستوى اللي كان يتمنى فيه، لطب الأسنان. كي تخرج أمين وكان فرحان وكان حاب يخدم في المجال تاعو، طلب منه الوالد تاعو انه يخدم معاه، يخلي قرايته ويخدم معاه في المجال ديالو. باباه كان انسان معروف، تاجر معروف بزاف، بيع لي مابل. كان عندهم اتوليه لاباس بهم امين قالك ولي مالا نزيد حرفة في يدي والدبلوم تاعي كاين، نخدم منه ونخدم منه، نرفد صنعة بابا ونكمل في الخدمة ديالي. بدأ يخدم مع باباه وأمين ملي كان صغير في عمره 7 سنين. كان يروح مع باباه لاتوليه، يعرف صحاب باباه، يعرف التجار، يعرف الخدمة، كل حاجة يعرفها، حتى الناس اللي يخدموا مع باباه يعرفوه مليح. بدأ يروح أمين مع باباه وبدأ يشد في الخدمة وبدأ يترودى فيها. كي كبر عمي عمر شوية خلالو الخدمة، قالو درك تقدر تشد الحانوت وحدك. نهار بعد نهار الأم تاع أمين مرضت بالمرض الخبيث، وما عطاهاش بزاف وقت للأسف. حوالي 3 شهور 4 شهور من العلاج ومسكينة توفات، ربي يرحمها. أمين تأثر بزاف بالموت تاع يماه، لأنه كان متعلق بها وهداك واش يسعى في الدنيا غير باباه ويماه. تأثر بزاف هو وباباه لدرجة وين انعزلوا عن المجتمع كامل، جبدوا روحهم عن الناس كامل، ولو ما يخرجوا ما يدخلوا من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة. مع الوقت عمي عمر شاف بلي الحياة ولات صعيبة، في الدار ما راحش يقدر يقوم وليده، ما يقدر يطيب له، ما يقدر يحط له، ما يقدر ينقي الدار. كبروا عليه الناس، قالوا له انت مازالك صغير ووليدك تاني مازال صغير، يا اما تزوج وليدك يا اما تتزوج انت. عمي عمر فرح لانه الامنية ديالو كانت انه يشوف وليده عنده مراه ويجيب له الاحفاد ويزيد دراري واحد اخرين، باسكو هو كان محروم من الشي هذا، ربي رزقه غير بامين. حاول يقنع امين قال له مستحيل، انا لو كان ما تفوتش سنوية يما مستحيل ندير الزواج في راسي. وهنا عمي عمر كان اوبليجي، الظروف كاع خلاته يخمم انه هو اللي لازم يتزوج. هو الحق كان يحب المرأة تاعو بزاف، ربي يرحمها، وكان عارف انه امين ما راحش يقبل له الامر هذا، لكن ما كانش عنده حل واحد اخر. هو كان راجل كبير وكان وحده في الدار، وحتى وليده ما كانش اللي يرفدهم، مستحيل. المرأة تقدر تعيش بلا راجل، لكن الراجل ما يقدرش يعيش بلا مرأة. هذا شيء اللي كان مقتنع به عمي عمر. حوس الناس شافوا له وحده بنت فاميليا، انسانه مأصله، عاقله، السمعه ديالها طيبه، بلوس كبيره في اللاج، حوالي 50 سنه، توالمو، وهو راهو في السبعينات. كي حاول يفتح الموضوع مع امين كان عنده رفض قاطع، لانه كان مستحيل يتخيل انه كاينه وحده راح تجي وترقد بلاصتي يماه وتلبس حوايج يماه وتستخدم الاواني تاع يماه وتدور في الدار اللي كبر فيها وكبرت فيها يماه. مع الوقت حاول يقنعوا عمي عمر. امين قالوا الاختيار ليك، هذه حياتك وانت دبر راسك. عمي عمر تكل على ربي وخطب الطفله وجابها للدار، وقالها الشرط الاول والاخر انه ما حش تزوجي بيا غير انا، ديري في بالك بلي عندي وليدي، وكما لازم ترفديني انا ترفدي وليدي، لان وليدي ما عنده حتى واحد في الدنيا هذه من غيري انا. جات المراه للدار، والحق مع الاول معاملتها كانت بزاف مليحه، سواء مع امين سواء مع باباه، تغسل لهم، تطيب لهم، قايمه بهم بشكل جيد. حتى في الدار كانت انسانه متربيه، الدور بالخيمار، لانه على بالها بلي عندها انسان واحد اخر راهو معها في الدار. مع الوقت المراه هذه ولات بمجرد انه تشوف امين تدخل الدار من الخدمه تدخل للغرفه ديالها وما تعاودش تخرج.
مرة تقول راني مريضة، مرة تقول راني عيانة، مرة تقول راسي راه يوجع فيا. كل مرة واش تصيب حجة، تقعد في الغرفة ديالها حتى يلحق الليل. أمين بدا يشك في الحكاية، لأنه الحكاية ما تعجبش. علاش كل ما يدخل هو هي تتخبى. في مرة من المرات باباه جا حكمو، قالو حبيت نسقسيك يا وليدي. قالو بصح بلا ما تتوسوس، قالو هذا مجرد سؤال. قالو انت راك تجي في النهار للدار. انطق امين هو مصدوم، قالو وين نجي يا بابا؟ قالو هيك على بالك بلي انا ملي نخرج على 6 تاع الصباح ما ندخلش حتى ل7 تاع الليل. الخدمه اصلا ما راهيش تعطيني وقت ليا ماشي حتى باش نجي للدار. قالو باسكو المراه راهي تقول لي امين راهو يجي يفطر في الدار. قالو مستحيل يا بابا. قالو اصلا راني نفطر مع الخدامين. قالو تحب تروح تسقسيهم سقسيهم. ما عليناش. جاز الحكايه هذه المره الثانيه عاود سألو نفس السؤال. قالو راني سقسي فيك يا وليدي، اسكو راك تجي للدار الصباح تفطر ولا لا؟ امين تقلق. قالو يا بابا منين راك تجيب في الهضره هذه؟ قالو كيفاش نجي للدار وانت راك تشوف فيا بلي من نخرج على 7 تاع الصباح ما نجيش حتى ل7 تاع الليل. باباه قالو انا ما رانيش نشوف فيك. قالو باسكو وقت الفطور نخرج يا نكون قاعد في القهوه يا نروح للمارشي. قالو انطق امين وقالو يا بابا قول الشي اللي في قلبك وكي حاب تقولو قولو. قالوا المراه راهي تقول لي بلي وليدك راهو يجي فجأة على 11 ونص 12 بلا ما يطبطب يفتح ويدخل مباشرة، وانا احيانا نكون بلا خمار. قالوا قالوا على الاقل على لسانها نورمالمون يعلمني، يقول لي بلي راني داخل ولا يطبطب باش نفتح له ونجهز نفسي ندير الخمار. امين انصدم من خلع، يقول لك يعني منين جابت الهضره هذه؟ لكن الجواب تاعو قاعد متمسك به. قالوا والله يا بابا ما راني نجي للدار. قال له تحب اقعد في الدار في الوقت هذاك وتشوف بعينك بلي مانيش نجي للدار، ولا روح سقسي الخدامين. ما عليناش. جاز الوقت، سمانة سمانتين 3 سمانات. مرة من المرات كي جا باباه للدار يعني من وقت الصلاة راح يصلي، كي ولا للدار لقى المرأة تبكي. قالها وش بيك؟ قالت له لا ما كان والو. قالها راني نقول لك وش بيك، وش كاين؟ كاش ما صرا في داركم؟ كاش ما سمعتي كاش حاجة؟ قالت له لا. قالت له كنت ندوش. قالت له لما خرجت من الدوش مباشرة وانا رايحة للشومبرة، قالت له نلقى في وليدك مقابلني في الصالون قاعد ويخزر فيا ويتبسم. الاب يعني هنا كانت صدمة حياته، لانه ما فراش وش يدير، اسكو يأمنها هي ولا يأمن المخ ديالو ولا يأمن وليدو. قالها وراكي غالطة. قالها مستحيل هذه ما كانش منها. قالها مستحيل وامين تربيتي ونعرف كي مليح انا وش ربيت. قالت له كيفاش نكذب عليك؟ قالت له تحب تجيب لي المصحف نحلف عليه؟ جيب لي المصحف نحلف عليه. جاب لها المصحف وكما كان الحال حلفت عليه. عمي عمر بقى في الوقت هذاك حكمه يعني غضب شديد، لانه كان عارف ومتاكد انه ما كانش واحد يكذب على كلام الله. عيطوا لوليدو في التليفون وقال له دورك تجيني للدار، الشي اللي راهو في يدك تخليه وتجيني للدار. قعدوا في الصالون هو ومرت باباه وباباه. قال له وش ما عندهاش اللي درتو؟ قال له وش درت يا بابا؟ قال له انايا كنت في الخدمه وعيط لي، وش كاين ماني فاهم والو. بدا يفهم فيه الاب وقولها وما كان. امين من الصدمه يعني يديه بداو يترعشوا. ناض جاب كاس ما شربو باسكو ما قدرش، حس قلبه بدا يخبط ويديه بداو يرعشوا، ما فهم والو. يعني الحكايه هذه منين طاحت عليه. بدا يحلف لباباه. قال له والله يا بابا ما كاين منه. قال له المراه هذه راهي كيما نقولوا في عود يما. قال له راهي في مكان كيما نقولوا حساس، كيفاش نخزر فيها؟ قال له انا اصلا ما رانيش نجي للدار. قال له حتى كي نكون جاي للدار لازم احيانا نعيط، دائما نعيط لها نقولها كاش ما تحتاجي في الدار كاش ما يخص قولي لي باش نجيب معايا من المارشي. هو يحلف والمراه تحلف، هو يحلف والمراه تحلف. بابا حط المصحف في الوسط وقال لهم اللي قادر فيكم يحلف قدامي يحلف. مرت بابا حلفت عادي يعني وما عندها حتى مشكل. امين ما قدرش يحلف. قالوا له ما نقدرش نحط يدي على المصحف على حاجه ما درتهاش. قالوا ما تحلفنيش على حاجه ما درتهاش. البابات هنا تقلق وقالوا له كان جيت صح ماشي دايرها تحلف ما عندكش مشكل.
امين غاتو عمرو بزاف وخزر في باباه وقالو يا بابا انا تربيتك وربيتني ملي كنت لحمه صغيره، ما تعرفنيش؟ قالو كي تخزر في عيني ما تقدرش تعرف اسكو راني نكذب ولا لا. باباه بكل جرأة خزر فيه وقالو انت وليدي، ربيتك وهي المرة تاعي راهي عرضي، قالو امام الله نتحاسب عليها. فوق الكلام هذا ما كانش واش لازم يزيد يقوله. امين فهم روحه، راح مباشرة للشومبر ديالو، لم حوايجو وخرج من الدار، راح قاعد عند صاحبو يا مات. ما زادش بزاف يوم ولا 3 ايام عيطلو باباه، قالو اروح للدار وشنو هذا الشي اللي راك دير فيه وعلاش تروح وتخلي الدار. امين غاضو باباه وخاصة كي قالو كلمة راني مريضة راني عيان ومانيش قادر، ولا للدار. قالو لكن بشرط، قالو ما تزيدش تخرج نتا من الدار، قالو اقعد في الدار من الصباح للعشية باش تشوف بعينك بلي انا الشي قاع اللي راهي تهدر فيه ما رانيش ندير فيه. قالو بصح باش نرجع عندي شرط واحد، انه لساني ما يخاطبش لسانها، هي ما تهدر معايا انا ما نهدر معاها. باباه قالو اللي ريحك ديرو. ولا امين للدار ورجع حوايجو والحمد لله. ومن بعدها عاودت ولات الحياة طبيعية في دارهم. جوز ويامات ويعني كل حاجة كانت ريقلو. مرة من المرات يعني امين كان لازم يولي للدار على الوحدة، لانه كان عنده دي شاك باباه اللي لازم يسينيهم. عيط لباباه قالو الا وليت من الجامع بعد صلاة الظهر راني جايب لك دي شاك لازم تسينيهم. كي ولا امين للدار عطى لباباه سينيا لي شاك وقال يا وليدي راني بزاف عيان راني داخل نرقد. امين قاعد يدور في الدار باش يكمل صوالحو ويولي للخدمه. كان باباه راقد داتو عين ورقد في نوم عميق. كان خارج في الباب ولما خرج مباشره عاود ولا باسكو نسى التليفون ديالو. هو دخل يعني للشومبرا ديالو ويسمع فيه مرت باباه تهضر في التليفون، ما شافتوش هي بلي ولا كانت تهدر مع انسان ولا انسانه الله اعلم، تقول لها راح نكمل لك 10 ملايين اللي قعدوا زيديهم لي فوق الاخرين، بصح ما ديريهمش في البنكه لانه شاك فوا. ورجعت الحياه طبيعيه كما كانت في دارهم، يعني ما كان لا مشاكل لا والو. في مره من المرات امين كان لازم يرجع للدار باش يمد لي شاكل باباه يسينيهم، لانه باباه كان مازال هو المسؤول على لاتولي. بلا ما يعيط لباباه لانه كان عارف بلي باباه راهو في الدار، باباه دايما عنده يصلي الظهر ويرقد لانه كبر ومرض. ولا امين للدار وطالع في الدرج باش يدخل لدارهم، جبد المفتاح وفتح الباب غير بالعقل باش ما يجينيش باباه كي يكون راقد. دخل الدار خزر يعني في الصالون ما لقى حتى واحد. كي كان رايح يحوس على باباه في الكوزينه ولا يعيط لباباه يسمع في مرت باباه في الكوزينه تهدر في التليفون، تقول باللي دوك اليومين هادو نزيد نبعث لك 10 ملايين حطهم لي مع الاخرين. مع من تهدر الله اعلم. امين هنا بدا يتوسوس ما فهم والو، يعني كمل خلاها تهدر وكمل اسمعها. قالت له انا راني نجبد دراهم بصعوبه لانه كل ما راني نلقى دراهم في الخزانه نديهم راهو يبقى يسقسي ويتوسوس ويحسب. في اللحظه هذه امين دخل وهي شافته، راح مباشره لعند باباه ونوضو قال له يا بابا هاو ما كان هاو ما كان هاو ما كان. دخلت هي تبكي وتجري شوفوا وليدك واش قال لي شوفوا وليدك واش قال لي وراهو يسرق فيا، قال لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. كي بدا امين يفهم في باباه وقال له والله يا بابا غير سمعتها بودني ما قالوا ليش الناس. بابات امين مباشره في اللحظه هذه رفد يده وضربه بكف. امين كانت صدمت عمره لانه عمره في حياته ولا باباه رفد يده عليه حتى كي كان صغير. طاحت له الدمعه من عينه بلا ما يجيب خبر، لانه حس روحه انكسرت فيه حاجه قدام مرت باباه اللي ضربه صح باباه، بصح اللي كانت تتفرج مرت باباه. احساسه كان بزاف صعيب. قال له قدامي وانا حي واقف تسرق في مرتي،
ما تحشمش. قال له اصلا عندي بزاف وانا نتبع في الحسابات ونحسب ونعيط للخدامين وكل مرة نلقى دراهم ناقصين. قال له انت اللي راك مسؤول وتجيب في الدراهم للدار ماشي هي. قال له هي راهي قاعدة ملي تنصبح ربي وهي في الدار. حاول امين يفهم وحاول يبرهن له، ما لقى حتى حاجة يقدر يقولها، لانه الاب وكأنه عنده غسيل دماغ، ما قبل يسمع وما قبل يفهم منه حتى كلمة. امين غطو عمره يعني تاع الصح، لانه عمره في حياته ما توقع انه باباه يقابله بهذا الشيء. يعني قالك بابا اللي كان متعلق بيا وانا وحيده في الدنيا ومبلوس يتيم يما ميتة، مستحيل بابا يدير فيا هكذا. امين في اللحظة هذه حس روحه محقور وحس روحه مكسور وتفكر يماه، وقال في قلبه بلي لو كان يما جات عايشة ما يصراش فيا الشي اللي راهو صاري. بلا ما يخمم امين وخسر في بابه وقال له معليش يا بابا انا الغلط، انا اللي ديت الدراهم وانا اللي نكذب عليك. ادى حوايجو امين وخرج من الدار بدون رجعة، لانه المرة هذه كان عنده قرار نهائي باش ما يوليش للدار مهما كان. لكن للأسف ما خرجش مجرد من الدار، امين خرج حتى من البلاد، لانه ديسيدا باش يحرق ويخرج يعني من البلاد كامل، لانه ما عادتش عنده قدرة باش يقعد فيها، انه حس روحه مجروح ومقهور من اقرب الناس ليه. وامين ما كان عنده حتى واحد من غير باباه، عنده لا خال لا عم لا جد لا جدة لا حتى واحد، يعني كان يتيم الام ويتيم العائلة، كان عنده غير باباه في الدنيا يتكى عليه. للأسف الشيء اللي خلى امين يزيد يتوجع اكتر انه حتى كي خرج من الدار باباه ما حاولش يحوس عليه ولا مرة، ما حاول يعيط عند صحابه، ما حاول يعيط عند الخدامين، وكأنه ماشي وليده. يعني راح وهو مكسور وراح وهو مجروح وراح وهو مقصر يعني مقهور بالشي اللي داره له باباه، ودايما قاعد يبكي ويقول له كان جاتي ما هي ما يصراش فيها الشي اللي صرا. في الأخير يعني نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ما كان، لأنه يا مع عائلات تفرقت بسبة الشي هذا، ويا مع عائلات تشتتت وولاد خرجوا من ديارهم بسبة الكذب والخداع والنفاق. حسبنا الله ونعم الوكيل.